جبهة جديدة للجيش الوطني الليبي في الغرب لقتال جماعات وصفت بالإرهابية. وحسب المكتب الإعلامي للجيش الذي يقوده خليفة حفتر، تحركت وحدات عسكرية تضم مركبات مدرعة وشاحنات عليها أسلحة ثقيلة إلى غرب البلاد لتنفيذ هذه المهمة، وهو انتشار من شأنها أن يثير التوتر مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس. ولم يعطي الجيش الوطني تفاصيل محددة عن محاور جبهته الجديدة، لكن هذه المنطقة هي فيما يبدو الطريق الساحلي الذي يربط مدينة بنغازي بشرق البلاد. وحسب أحد سكان رأس لانوف، وهي بلدة نفطية في شرق ليبيا تقع على الطريق الساحلي، أنه شاهد دبابات وأرتالا عسكرية مدججة بالأسلحة الثقيلة متجهة نحو غرب ليبيا في اتجاه مدينة سرت وسط البلاد، تسيطر عليها قوة من مدينة مصراتة بغرب البلاد متحالفة مع حكومة الوفاق في طرابلس. التحرك العسكري الجديد للجيش الوطني يأتي بعد نحو 3 أشهر من عملية عسكرية في جنوب ليبيا تمكن خلالها من السيطرة على مدينة سبها، كما سيطر سلميا على حقلي الشرارة والفيل. وجاءت عملية الجنوب حسب الجيش الوطني لتطهير مدن الجنوب من جماعات إرهابية ومرتزقة من تشاد، استغلت الفراغ الأمني واستخدمت المنطقة كمركز لتهريب السلاح وتدريب المتطرفين.